شفت الشاب ده السواق كان عايز يعمل معاه ايه بسبب شنطة الكتف؟ شوف كده. كنت في موقف عبود ورايح اركب عربيه دمنهور. دخلت على السواق قلت له لو سمحت انا عايز احط الشنطه اللي معايا اللي هي دي. الشنطه دي اهي. قلت له عايز احط الشنطه دي فوق سقف العربيه. فلقيت الراجل رد عليا قال لي لا حطها في الطرقه. حطيتها في الطرقه ودخلت ركبت. لقيت وقت لم الاجره بيقول لي يا استاذ اللي معاك الشنطه هات 20 جنيه. طب 20 جنيه ليه يا حاج؟ قال لي 20 جنيه تمن الشنطه. قلت له يا حاج الشنطه هنا في العربيه في الطرقه بتاعت العربيه في الارض. لقيته بيقول لي انت اول مره تركب مواصلات ولا ايه؟ هي الشنطه بيتاخد عليها 20 جنيه من امتى؟ انا قلت له من امتى ده يا حاج؟ من امتى الشنطه بيتاخد عليها 20 جنيه؟ هي اولا ال 20 جنيه تحت رجلك وتحت رجلي قبل ما تكون تحت رجلك. بس هل انت كده لما تاخد مني ال 20 جنيه دي انت كده خدت مني 20 جنيه حلال؟ زودت دخلك فلوس حلال؟ الراجل رد قال لي مالكش دعوه انت مالك. فانا قلت له خد يا حاج ال 20 جنيه اهي. بس والله العظيم اللي بيحصل ده عجائب وطرائف. الموضوع ده ما بيحصلش. ده انا كده هبقى اول واحد في مصر يدفع 20 جنيه على شنطه جوه العربيه. فالناس بتتكلم بقى معاه وبتاع. فانا رحت قايل لهم والله يا جدعان اللي بيحصل ده عجائب وطرائف. ده اللي بيحصل ده يتصور. الراجل قطع الكلام ورد عليا لقيته بيقول لي هات ال 20 جنيه صورني بيها جنب نمر العربيه. اول ما قال لي كده رحت انا مطلع التليفون من جيبي وقلت له على ايه؟ قمت مصور الفيديو اللي انتوا شفتوه ده. افرض انا دلوقتي مش معايا ال 20 جنيه دي وجاي مش عامل حسابي غير على المواصلات اللي هي اصلا 75 وبندفعها 80 وبنقول ماشي، جاي كمان هدفع 20 جنيه على الشنطه. انا بقى لقيت كومنتات غريبه عن الناس بتغلط والناس بتحلل الموقف قبل ما طب ما تسالوا افهموا يعني.